رادس يشتعل يا سادة، نعم رادس يشتعل حين يحضر أكثر من 30,000 متفرج هنا في درة المتوسط. يحولون المدرجات إلى لوحة فنية حمراء وبيضاء يشتعل من خلالها المدرج، تهتف جميعها باسم سيد الدوري 2026. فهذه ليست فزعة طارئة ولا حدثا عابرا، هذه قوة جماهيرية متجذرة منذ عقود تتكرر في كل ملعب وفي كل مدينة وكل بطولة وكل مناسبة. الافريقي لم يكن يوما مجرد فريق يحقق البطولات فقط، بل طريقة عيش جماهيري متكاملة صنعت علاقة استثنائية مع ناديها. الله على صورة، الله على مشهد في البدايات قبل الانطلاق من خلال هذه المواجهة الأخيرة في بطولة الدوري هذا الموسم مع الأولمبي الباجي. الدخان كثيف، نعم كثيف جدا. الدخان هنا في ملعب رادس يشتعل بالشماريخ بالألوان الحمراء والبيضاء. إنهم مجانين النادي الإفريقي في البطولة رقم 14. لهم جماهير لا تقاس بالصوت فقط بل باليقين الذي لا يتبدل وبالوقفة التي تعيد للفريق توازنه مهما تعثر، وبالإيمان الذي يجعل من كل لحظة بداية جديدة لا نهاية. الحدث في تونس من الأحد الماضي 10 ماي 2026، تاريخ دربي القرن، تاريخ ويوم مشهود سيبقى محفور في قلوب الكلوبستية. فوز النادي الافريقي على الجار الترجي الرياضي التونسي امام جماهيره بعد 18 عام. سيناريو هيتشكوكي، الدقيقة 105 صدمة ولا واحد تخيل هذا. عودة البطولة الى قلعة باب جديد وجلوس النادي الافريقي على عرش السلطة الكروية التونسية بعد غياب 11 سنة. الجميع مندهش بحجم الفرحة في كامل الجمهورية. هل انتم مستوعبون ماذا حدث؟ هل أنتم مدركون ماذا صار؟ هل أنتم واعون